في سنة 1978 نظمت الأرجنتين كأس العالم، وكانت أغرب نسخة لكأس العالم. وقتها الرئيس الأرجنتيني خورخي فيديلا كان مصمم إن منتخبه يكسب كأس العالم بأي طريقة عشان يبيض وش النظام، لأن كان نظامه كان سيء السمعة. وقعد مع لعيبة منتخبه وهددهم: يا إما تكسبوا يا إما هعتقلكم واخد عيالكم أخطفهم. وكان أي منتخب قوي في كأس العالم لازم يتعرض لمشكلة، زي منتخب البرازيل اتعرض لظلم تحكيمي، كل ده عشان يفضي الطريق قدام الأرجنتين. لكن رغم كل اللي عمله خورخي، لكن برضه فضلت الأزمة. الأرجنتين وقعت في مأزق كبير، كان مطلوب منها تكسب بيرو 4-0 عشان تعدي المجموعة. لكن حصلت المفاجأة، اتدخل خورخي وكسبت الأرجنتين 6-0. الغريب ما كانتش النتيجة، الغريب في اللي عمله خورخي. عايز تعرف ايه اللي عمله الرئيس الأرجنتيني وايه سر نسخة سنة 1978 أسوأ نسخة عرفتها بطولة كأس العالم؟ أنا جالس فكري بتاع السياسة. الحكاية بيحكيها سيمون كوبر في كتابه المعروف الكرة ضد العدو، وبيقول إن الفيفا قررت إنها تمنح الأرجنتين حق كأس العالم أو حق تنظيم كأس العالم سنة 1978. لكن حصلت مفاجأة، سنة 1976 حصل انقلاب ضد الرئيس المنتخبة وقتها، وقاد الانقلاب ده خورخي فيديلا. وكان خورخي فيديلا كان معروف عنه إنه حاكم ظالم، وكان مصر إن بلده تنظم كأس العالم عشان يواجه أي شائعات أو أي حملات ضده، فيبقى قدام العالم كله بلده استضافت كأس العالم، وكان مصر على ده. فراح من باب الاحتياط اعتقل كل المعارضين، أي حد يشوشر على نسخة كأس العالم لازم يعتقل. لكن برضه كان في مشكلة، إزاي ينظم كأس العالم وعنده فقراء كتير جدا؟ فاضطر يعمل حاجة غريبة جدا، يهد أحياء كاملة للفقراء بدون ما يوفر لهم بدايل. وفضلت برضه المشكلة، الفقراء كتير احيائهم كتير. طب يعمل ايه خورخي؟ راح بنى جدار معروف في التاريخ باسم جدار العار، جدار يمنع رؤيه اي منطقه فقيره، اي حي فقير الجدار ده عازل عنها. وبقى جدار العار ده اي زائر في كاس العالم يشوف الجدار ده عليه رسومات رائعه، لكن ورا الجدار ده الفقراء اللي قاعدين في احياء عشوائيه واكواخ. بس خورخي ما كانش مهتم بده، المهم المظهر الخارجي. وفعلا اتنظمت بطولة كأس العالم في الأرجنتين، وبدأ خورخي يلعب في نظام كأس العالم، ازاي الأرجنتين تكسب، وبدأ يلعب في جدول كأس العالم نفسه، وخلى منتخبه يلعب بالليل بحيث ان هو يشوف اي نتائج لفرق منافسة، فيبدأ وقتها يتحرك ازاي يخلي اي فريق قوي يتهزم. وده اللي حصل مع البرازيل اللي تعرضت لظلم تحكيمي، وبيقول الكتاب ان خورخي ورا الظلم ده، وفي كلام ان في رشوه اتدفعت للحكم. وزي ما قلت لك كل لعيبه الارجنتين كان بتلعب تحت ضغط، اما تكسب او تتحبس. وبرضه الارجنتين وقعت في مأزق كبير، اتعقدت المجموعه وكان لازم الارجنتين تكسب بيرو 4-0. 4-0 ازاي؟ برو برضه كان منتخب وقتها مش ضعيف. فقرر خورخي ان ده مش هيوقف هدفه، هتدخل عشان بلدي تكسب مش حبا في بلده. وقرر خورخي ان هو يتدخل بنفسه، فالارجنتين كسبت 6-0. طب ازاي خورخي قدر ان بلده تكسب 6-0؟ يعني كده مفيش منتخب قدامها. الحكايه بيقولها الكتاب ان خورخي لجأ لوسيله سياسيه، بعت رشوه بقيمه 35,000 طن قمح وبلده محتاجه ده، بعتها لبرو وافرج عن ودائع لبرو في البنك المركزي الارجنتيني. ومش بس كده، ده حارس برو نفسه اكتشفوا انه عنده حسابات سريه في بنوك الارجنتين. يعني باختصار حارس برو فوت الماتش للارجنتين مقابل الرشوه دي. ووصلت الارجنتين لمباراه النهايه، مباراه ضد منتخب قوي، منتخب هولندا. وبدأ برضه خورخي يلعب في نظام البطولة، كلم منتخبه ان هم يتأخروا ساعة للوصول، والمفروض كان وقتها الماتش يتلغي، لكن برضه ما اتلغاش. والفريق الهولندي اتوتر، ازاي يحصل كده؟ والتوتر ده استغله المنتخب الارجنتيني. ومش بس كده، ده اللعيبه وقتها كان يقال او الكتاب بيقول ان هم خدوا منشطات، فكانت اللعيبه بتلعب بقوه مبالغ فيها. وفازت وقتها الارجنتين بكاس العالم. لكن هل الشارع الارجنتيني كان فرحان؟ كان فرحان بالامر
نزل كل المواطنين الارجنتينيين يحتفلوا، لان اللي ما كانش هيحتفل كان هيتقال ان هو بيشجع هولندا، او كان هيتقال ان هو ضد خورخي نفسه، فكان كله لازم ينزل حتى اللي اهليهم معتقلين او معارضين لخورخي. لكن انقلب السحر على الساحر، الصحف الاجنبيه بدل ما تلمع في خورخي لا هجمته، لانها شافت بعينيها كل فضائح نظام خورخي. وكان التاريخ ده كان بداية نهاية نظام خورخي فيديلا اللي تنازع عن الحكم سنة 1981 ثم اتسجن بعدها وأفرج عنه سنة 1990. بعد كده اتسجن ومات في السجن سنة 2003 ولا نفعه كأس العالم ولا نفعه الكورة. في نهاية الفيديو، هل انت شايف ان التدخلات السياسية موجودة فعلا في بطولة كأس العالم؟ شاركونا براءكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وتابعنا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.